المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: وفد إريتريا يلقي كلمة في اجتماع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. تنفيذ أنشطة فعالة لنشر خدمات التعليم. مهام زراعية مرضية في الإقليم الأوسط. مقتل الرئيس الصيني يشيد في قمة ترامب بتقدم المحادثات التجارية. مقتل 12 في غارات جوية إسرائيلية على لبنان قبل محادثات. ومقتل نحو 90 شخص جراء عاصفة في ولاية أوتار براديش الهندية. أهلا بكم مشاهدينا. ألقى السيد بنيام برهي القائم بأعمال السفارة الإريترية في إثيوبيا والممثل الدائم لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية الأفريقية ألقى كلمة أمام المؤتمر 87 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في بانغولا الغامبية من 11 وحتى 20 من مايو الجاري. وأوضح وفد إريتريا في الكلمة التي ألقاها في 13 من مايو أن احتفال إريتريا بالذكرى السنوية 35 لاستقلالها في غضون أيام قليلة تحت شعار صمودنا ضماننا هو مناسبة لتجديد مواطنيها العهد ببناء إريتريا المزدهرة التي يعمها السلام. وقال إن إريتريا حققت تقدما ملموسا في العديد من القطاعات بالصمود في وجه الاضطرابات الإقليمية والدولية والضغوط الخارجية بفضل استعدادها لضمان حقوق الإنسان، وشرح التقدم المحرز لضمان مياه الشرب النظيفة والغذاء والبيئة الآمنة والتعليم والصحة والطاقة والنظام القانوني وتقديم المساعدة للمواطنين المحتاجين وغيرها. وقال إن تقدم إريتريا يستند إلى مبادئ الاعتماد على الذات والمشاركة الشعبية وأساس العدالة الاجتماعية، مؤكدا على أن الجهد مستمر لمواصلة تقدمها التنموي الذي يركز على المواطن وتوسيع نطاق تقديم الخدمات الاجتماعية من خلال التغلب على التحديات في المستقبل. كما قدم الوفد الإريتري توضيحا حول تجربة إريتريا في النقاش الذي جرى يوم 12 من مايو الجاري بعنوان ضمان إمدادات المياه ونظام النظافة الآمن. وتضمن توضيح المصحوب بعرض فيديو مبادرات إريتريا وقدراتها ومشاركة جميع سكانها لتأمين إمدادات المياه ببناء السدود وحفر الآبار والتشجير وإرساء نظام مياه آمن. أعلنت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد تحقيق إنجازات كبيرة في مجال تكافؤ الفرص التعليمية ومشاركة المرأة وتنافسيتها والقضاء على الأمية. وأوضحت لوسائل الإعلام المحلية بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 35 لعيد الاستقلال أن وزارة التعليم تهدف إلى توفير تعليم عادل وعالي الجودة لجميع فئات المجتمع، لكون التعليم هو حجر الزاوية في التنمية، موضحة أنه على الرغم من وجود الكثير من العمل الذي يتعين القيام به إلا أن ما تم إنجازه حتى الآن لا يستهان به. وذكرت أنه كانت توجد 359 روضة أطفال منتشرة في جميع أنحاء البلاد في العام الدراسي 1991 و 1992، وزاد هذا الرقم بنسبة 544% ليصل إلى 1952 في العام الدراسي 2024-2025، مما أدى إلى زيادة عدد الطلاب من 6461 إلى أكثر من 100 ألف طالب. وأشارت إلى ارتفاع عدد المدارس الابتدائية من 381 إلى 1097، والمدارس المتوسطة من 65 إلى 469، والثانوية من 25 إلى 132. وحول عدد الطلاب والمعلمين، أوضحت ازدياد عدد الطلاب في جميع المراحل التعليمية من أكثر من 267 ألف في العام الدراسي 91-92 إلى أكثر من 880 ألف في العام الدراسي 2025-2024، وازداد عدد المعلمين من 5456 إلى 294 ألف
معلم. وقالت أن هناك حاجة ماسة إلى بذل جهود جادة في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، مضيفة أن عدد المدارس التقنية قد ازداد من 2 إلى 6، بينما انخفض عدد نقاط محو الأمية من 906 إلى 412، مما يعكس التقدم المحرز. وأوضحت الوزيرة حليمة أن من بين الخطط المستقبلية تعزيز الكفاءة الشاملة للمعلمين وإدخال أساليب تدريس تلبي الاحتياجات الخاصة للطلاب، والتأكيد على تعزيز مهارات الطلاب وكفاءتهم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتطوير مهنة التدريس. أفاد ممثل قسم الزراعة والأراضي والمياه في الإقليم الأوسط السيد أسرات هايلي بتحقيق إنجازات كبيرة في التنمية الزراعية في الإقليم خلال سنوات الاستغلال الماضية. وأوضح حفر 126 بئرا في 84 قرية وتركيب 59 خزانا بأحجام مختلفة وإنشاء 209 محطة لتوزيع المياه ومد 222 كيلومترا من أنابيب المياه لتأمين مصادر المياه. وحول تطوير موارد الأسماك، ذكر بأن تربية الأسماك في السدود قد بدأت منذ عام 2019 وتم إنشاء 11 جمعية حتى الآن تقوم بصيد الأسماك وإيصالها إلى الأسواق، مشيرا إلى أن جمعية حنبرتي حازت على المرتبة الأولى والفوز بالجائزة على المستوى الوطني. وأشار إلى حصاد 37,600 كنتال من الخضروات من 430 هكتارا في عام 1998، وبحلول عام 2025 ازدادت المساحة المزروعة إلى 1313 هكتارا، وتم حصاد أكثر من 190 ألف كنتال من الخضر والفاكهة. وقال إن عدد الأبقار الحلوب كان بداية الاستغلال نحو 2000 ليرتفع حاليا إلى 6000، وازداد إنتاج الحليب من 2,000,000 لتر إلى 9 ملايين لتر سنويا. وأوضح القيام بأنشطة حماية التربة والمياه ببناء المدرجات والحواجز المائية في مساحات واسعة في الإقليم، وارتفاع عدد السدود والحفائر من 52 إلى 133. وقال إن الإقليم الأوسط يشهد هطول أمطار سنوية بمعدل تقديري من 400 إلى 600 ملم، ويتم حاليا زراعة 91% من مساحة الأراضي الزراعية البالغة أكثر من 36 ألف هكتار. شارك وفد إريتريا برئاسة سفير إريتريا لدى جمهورية كينيا السفير بينور رؤوسهم في مؤتمر أفريقيا إلى الأمام الذي انعقد يومي 11 و12 من مايو الجاري في نيروبي بكينيا. وهدف المؤتمر الذي نظمه الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحضره قادة ووزراء خارجية أكثر من 30 دولة أفريقية، هدف إلى إرساء فصل جديد في الشراكة الاقتصادية العادلة والمستدامة بين الدول الأفريقية وفرنسا. وركز المؤتمر على المصلحة المتبادلة وإدخال التقنيات الجديدة وتوسيع الاستثمار ونقل القدرات، واتخذ قرارات مهمة بشأن تحسين الأنشطة الزراعية والأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ وغيرها من القضايا الراهنة. من جهة أخرى، احتفل الإريتريون المقيمون في بلجيكا بالذكرى 35 للاستقلال في بروكسل في 9 من مايو الجاري تحت شعار صمودنا ضماننا. وأكد سكرتير الجالية الإريترية في بروكسل وضواحيها السيد جرماي جبريهوت على زيادة مساهمتهم وتعزيز وحدتهم لتدعيم الاستقلال بالتنمية. من جانبه قدم السكرتير الأول في السفارة الإريترية السيد ميكائيل تسفاي تهانيه للشعب الإريتري عامة وقوات دفاعه، وقال إن مشاركة جميع الإريتريين بالغة الأهمية لإنجاح مرحلة التنمية الحالية. من ناحية ثانية، التقى سفير إريتريا لدى إيطاليا والسفير غير المقيم لدى السويد السيد فيساتيون بيتروس يرافقه القائم بأعمال السفارة الإريترية في الدول الاسكندنافية السيد محمد علي محمد سعيد. التقى يوم 11 من مايو الجاري بسكرتير وزارة الخارجية السويدية السيد دوغ هيرتليوس ومسؤولون آخرون وسفير السويد في إريتريا. تناول اللقاء العلاقات الثنائية ودور إريتريا في الشؤون الإقليمية، وتم التوصل إلى تفاهم على العمل المشترك لتعزيز البرامج الدبلوماسية والاقتصادية التي بدأها البلدان. في غضون ذلك، عقد أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في روتردام وضواحيها في هولندا اجتماعا ناجحا في 9 من مايو الجاري لتقييم أنشطتهم على مدى السنوات الثلاث الماضية، وانتخبوا لجنة تنفيذية جديدة.
نظم سكان ضاحيتي حشاكيتو وكيرو في مديرية دكي مأدبة قضاء وتكريم لأعضاء شركة سجل للإنشاءات والجيش الشعبي العاملون في الأنشطة التنموية. ويعمل أعضاء شركة سجل للإنشاءات على طريق دكي ساوا والجيش الشعبي في بناء سد في خور هميم بضواحي كيرو. وأوضح السكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد عبد الكريم عمر أن مبادرة سكان إدارة ضاحيتي حشاكيتو وكيرو تعطي دفعة قوية لبرامج التنمية التي يجري تنفيذها. وذكر مسؤول مكتب الزراعة السيد تيدروس قبر مريم أن بناء السدود يسير على نحو جيد بعد اختيار موقعه بعد دراسة من قبل خبراء الزراعة والمؤسسات الحكومية الشريكة. من جانبه أوضح مدير مديرية دكية السيد حمد إيلا أن برامج التنمية الجارية في المديرية تسهم كثيرا في تطورها، وأشاد بأعضاء الشركة السجل للإنشاءات وأعضاء الجيش الشعبي لمساهمتهم في إنجاح العمل. وتم في المناسبة توزيع شهادات تقديرية على إدارات الضواحي التي قدمت الدعم. نظمت في مديرية علب العدة دورة تدريبية استهدفت رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الموارد بمشاركة 66 من موظفي إدارة المديرية ومديري إدارات الضواحي وأعيان القرى وعدد من الجهات ذات الصلة. وركزت الدورة التي نظمتها إدارة إقليم عنسبة في بلدة إدن على مدى 3 أيام ركزت على إدارة الموارد البشرية وآليات حفظ الممتلكات إضافة إلى متابعة الحسابات المالية. وأوضح مسؤول وحدة تنمية الموارد البشرية بإدارة إقليم عنسبة السيد عبد الكريم حسن أن دورات مماثلة نظمت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر عام 2025 في مديريتي حقات وحلحل، كما أقيمت خلال شهري أبريل ومايو من العام الجاري في مديريتي عتكليزان وعلا برعد، مشيرا إلى أن البرنامج سيتواصل ليشمل بقية المديريات. وأضاف أن عدد المستفيدين من هذه الدورات بلغ حتى الآن 229 موظفا، مؤكدا أن التدريب أسهم بصورة كبيرة في تحسين الأداء الوظيفي. من جانبه أوضح مسؤول الإدارة والمالية بمديرية علا برعيد السيد قرماطيون كستيه أن الدورة ستساعد في معالجة أوجه القصور القائمة بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وتنظيم. بدورها أكدت مديرة مديرية علا برعيد السيدة عائشة علي نور أن برامج التدريب الهادفة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية تعد عاملا أساسيا في تعزيز فعالية العمل، معربة عن أملها في أن يطبق المشاركون المعارف التي اكتسبوها عمليا في مواقع عملهم. تم تنظيم محاضرات توعية في مديريتي ابن حيلي وعالدخالة لطلاب الصف 11 الذين يستعدون للتوجه إلى مدرسة وارساي كالو في ساوا لاستقبال تعليمهم الثانوي وأداء واجبهم الوطني ضمن الدورة 39. وأقيمت المحاضرات في مديرية ابن حيلي يومي 7 و8 من مايو الجاري، حيث نظمت في كودوبعور وابن حيلي وفي قاعة عد بقعو بعد دقالة في 7 من مايو الجاري، وذلك بإشراف معلمي مدرسة وارساي إيكالو. وتناولت المحاضرات أهداف المدرسة وأنشطتها ولوائحها التنظيمية، إضافة إلى توضيح طبيعة الحياة الدراسية فيها. وأوضح المحاضرون أن مدرسة وارساي إيكالو لا تقتصر على تقديم التعليم الأكاديمي فحسب، بل تشكل كذلك بيئة وطنية يلتقي فيها الطلبة القادمون من مختلف أنحاء البلاد، كما تتيح لهم فرصة تنمية قدراتهم الرياضية والفنية والثقافية. كما دعوا الطلبة إلى تجنب حمل الاحتياجات غير الضرورية التي قد تثقل كاهل أولياء الأمور بمصاريف إضافية، مؤكدين أن المدرسة توفر المستلزمات الأساسية اللازمة للطلاب. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات التجارية تحرز تقدما، وذلك في مستهل قمة تستمر يومين، لكنه حذر من أن الخلاف بشأن تايوان قد يدفع العلاقات إلى مسار خطير.
ومهدت تصريحات شي التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا الطريق لما وصفه ترامب بأنه ربما أكبر قمة على الإطلاق، وذلك بعد استقبال حافل له في قاعة الشعب الكبرى في بكين. ومع تراجع معدلات تأييده بسبب تورطه في حرب الشرق الأوسط، تكتسب زيارة ترامب للصين أهمية كبيرة، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى المنافس الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة منذ زيارته الماضية في عام 2017. وذكر مسؤولون أن الهدف من الجولة الأخيرة من المفاوضات هو الحفاظ على الهدنة التجارية المتفق عليها في أكتوبر الماضي، ووضع آليات لدعم التجارة والاستثمار في المستقبل. قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 12 شخص قتلوا جراء سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على سيارات في لبنان في ظل استمرار الأعمال القتالية بين جماعة حزب الله وإسرائيل عشية الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وتتبادل جماعة حزب الله المدعومة من إيران وإسرائيل الضربات رغم إعلان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية الشهر الماضي. وتتركز الأعمال القتالية بشكل رئيسي في جنوب لبنان، حيث تسيطر القوات الإسرائيلية على أراضٍ أعلنتها من جانب واحد منطقة أمنية. وقالت مصادر أمنية أن إسرائيل شنت 3 غارات بطائرات مسيرة بعيدا عن مسرح المواجهات الرئيسي في الجنوب لاستهداف مركبات على الطريق الساحلي السريع في منطقة تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا إلى الجنوب من بيروت. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الهجمات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان. ذكر مكتب إدارة الكوارث والإغاثة في ولاية أوتار براديش الهندية أن ما يقرب من 90 شخصا لقوا حتفهم جراء عاصفة عنيفة ضربت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند مصحوبة بأمطار. والعواصف شائعة في هذه الولاية الشمالية خلال الموسم الحار من مارس إلى يونيو قبل أن تجلب الأمطار الموسمية الهدوء. وقال مفوض الإغاثة في أوتار براديش أن الظروف الجوية السيئة أدت إلى وفاة 89 شخصا. وأضاف المنشور أنه وردت تقارير عن إصابة 53 شخص وتضرر 87 منزلا ومقتل 114 رأسا من الماشية في الولاية بسبب العواصف والأمطار والبرق. وقالت السلطات أن رئيس وزراء الولاية أصدر توجيهات للمسؤولين بمساعدة الناجين وتوزيع مساعدات مالية في غضون 24 ساعة. قال وزير الخارجية الغاني صامويل أوكودزيتو أن أكرا تعتزم إجلاء 300 من رعاياها في جنوب أفريقيا عقب موجة من الهجمات المعادية للأجانب استهدفت مهاجرين من دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف في منشور أن الرعايا سجلوا طلبات للمساعدة لدى المفوضية العليا لقانا. ويعارض عدد من سكان جنوب أفريقيا الهجرة غير الشرعية من دول أخرى بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وتشير السلطات في جنوب أفريقيا إلى أن الهجرة غير الشرعية تشكل مشكلة لها في حين نددت بأعمال عنف وتعهدت في أبريل بالتصدي للهجمات المعادية للأجانب. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وفد إريتريا يلقي كلمة في اجتماع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. تنفيذ أنشطة فعالة لنشر خدمات التعليم. وتنفيذ نشاطات زراعية مرضية في الإقليم الأوسط. الرئيس الصيني يشيد في قمة ترامب بتقدم المحادثات التجارية. مقتل 12 في غارات جوية إسرائيلية على لبنان قبل محادثات. ومقتل نحو 90 شخص جراء عاصفة في ولاية أوتار براديش الهندية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.